السلام عليكم. فيديو جديد قطع عنبر 7 وماذا يحدث في الاهلي الموسم ده. لايك وشير وسبسكرايب، تابعونا على كل المنصات، فيلا بينا. حكايتنا بدأت يوم 30 يونيو 2022 لما مجلس إدارة الأهلي قرر تعيين ريكاردو سواريش بدلا من سامي قمصان، وكان قبلها موسيماني اللي ما عرفناش هو مشي ليه، وكان في تخبط كبير خصوصا بعد نهائي ظهير المترجي، وكان في غضب واهتزاز جوه النادي. سواريش جاي يتعين في توقيت صعب جدا، كان اللعيبه مش شايفه، والناحيه الثانيه الزمالك بيكسب الدوري، بيحافظ على الدوري للسنه الثانيه على التوالي، ودي حاجه ما حصلتش من 2003 تقريبا. فجه اداره الاهلي في يوم 7 اغسطس 2022 قرروا ان هم يريحوا كل لعيبه الصف الاول ويكملوا الدوري بالناشئين. طبعا ده قرار بيظلم تجربه سواريش، ولكن كان لازم يحصل كده، خصوصا انت بقى عايش في المسلسل بتاع 3 مواسم متلاحقه واللعيبه خلاص مستنزفه بدنيا، وكان لازم ده يحصل لان انت كده مش هتقدر تنافس السنه الجايه، فده كان لازم اللي يحصل. وبالفعل الموسم انتهى وداخلين على موسم جديد. دخلنا الموسم الجديد، وفي يوم 9 سبتمبر 2022 قرر مجلس اداره الاهلي انه يمشي ريكاردو سواريش وانه يجيب كولر. كولر كان عنده فرصه احسن بين مدربين الاهلي الفتره الاخيره، ان كان عنده تاجيل في كاس مصر، كان عنده فتره اعداد طويله، وكان في كاس عالم، ففي توقف دولي كبير، وابتدى يقيم الفرقه ويتعرف على اللعيبه ويبتدي يشتغل على رواقه وهدوء. دخلنا في شهر يناير، وفي شهر يناير في سوق الانتقالات الشتويه، وكولر قعد مع مجلس الاداره قال لهم في لعيبه كتير لازم تمشي، وفي انا محتاج في مركز نص الملعب ومحتاج مهاجم ضروري. فمجلس اداره الاهلي عرض عليه مروان عطيه في نص الملعب و3 مهاجمين في الهجوم، اللي هم يرجعوا كهربا وسوزا وموليكا. فابتدى مجلس اداره الاهلي يعمل مفاوضات ونجح في انه يجيب مروان عطيه ويرجع كهربا، وكان ناقص موليكا وسوزا اللي فشلت المفاوضات معاهم. دخلنا الموسم الجديد والاهلي في الدوري شغال عمال يكسب، ولكن كان لسه الاداء مش حلو قوي، ولكن الاهلي ماشي والسفينه ماشيه. جينا في شهر فبراير وابتدت بقى التحديات تيجي لمارسيل كولر. كان اول تحدي وهو كاس العالم للانديه، الاهلي بيكسب الساتر الامريكي، بعديها بيخش على ريال مدريد، طبعا قطر الملكي اصطدم فيه، اخد 4 ومشي، وبعديها ثالث والرابع فلامينجو اخدنا 4 برضه وطلعنا المركز الرابع. فكولر جه يقيم الفتره اللي هو ال3 4 شهور اللي هو قعدهم، وقال انا واضح ان انا الفكر اللي انا بحاول ارسخه والطريقه اللي انا عايز العب بيها، واضح ان امكانيات لعيبه الاهلي مش قادر عليها، والضغط اللي هم فيه واللي هم عايزين يحققوا البطولات وكده مأثر على الاداء، فانا محتاج اغير الطريقه. بس قبل ما اغير الطريقه، ودي هياخد مني وقت طويل، انا اشتغل على التفاصيل الصغيره زي الكور الثابته. الكور الثابته بتفرق مع اي فريق، ومحتاجه مرسل كرات جيد، ومحتاجه تحركات في مساحات ضيقه في الكورنرات، وده انا اقدر اتحكم فيها. وطبعا انت عندك مرسل كرات علي معلول، وفي البوكس تقدر بفكره او 2 تظبط الدنيا كلها. وبالفعل كولر اشتغل على 3 4 افكار، والتفصيله دي فرقت مع رحله الاهلي كبير جدا، وزي ما هنشوف حصلت بطولات كتير جدا. ابتدت رحله في دوري ابطال افريقيا بماتش مع الاتحاد المنستيري، وفعلا في اول ماتش عبد المنعم حط من كره ثابته الجون في الدقيقه 90، والاهلي يتاهل لدور المجموعات دوري ابطال افريقيا. دور المجموعات بقى كان كل جمهور الاهلي مستنيها، وكان كل جمهور الاهلي مستني ازاي نرد على اللي حصل في البطوله اللي فاتت، سواء من ظلم او من خساره البطوله. جينا كان اول ماتش الهلال السوداني، الاهلي خسر هناك، كان اداء الاهلي ما جاش. وبعديها صن داونز تعادل هنا، قطن كاميروني، بعديها بقى جينا ماتش صن داونز. وبالنسبه لي ماتش صن داونز اللي كان هناك في جنوب افريقيا هو ده من اول نقاط التحول في موسم الاهلي كله. هو لما خسرنا 5 جديده من صن داونز كانت دي بدايه لتغيير كبير في النادي الاهلي. ولما تيجي تبص على الموسم كله هي نقطه تحول، ولكن وقتها كان زرعت حاله شك كبيره جدا بين علاقه الجمهور بكولر وبالاداره، وكان الدنيا في النادي الاهلي على اخرها ومحدش مستحمل اي حاجه، وكان الكل مستني ايه اللي هيحصل في الماتشين الباقيين، القطن والهلال، وكان لازم الاهلي يصعد ولازم الاهلي يرد في الدوري المصري. فكولر لقى نفسه تحت ضغط كبير، وقرر ان هو يغير بعض قناعاته في اللعيبه ويحاول يغير طريقه اللعب اصلا. وبالفعل ابتدى يغير من 4-2-3-1 ل 4-3-3. فكولر قال لك قال لك دلوقتي انا عندي مشكله في الدفاع وعندي مشكله في الهجوم،
ونص الملعب تقريبا هو الحاجه الوحيده اللي ظابطه عندي بعد صفقه مروان عطيه وتالقه الكبير جدا. فقال لك خلاص انا هلعب على نقطه قوتي اللي في ايدي وهي ال 4-3-3 والعب بحمدي فتحي وكولر وديانج، وساعتها اقدر احمي بيها الدفاع والهجوم اسيبه زي ما هو لابداعات شحات وتاو، بس اهم حاجه اقفل دفاعي عشان ما استقبلش جوان كتير. وهو ده الحل في ماتشات افريقيا سواء الذهاب او العوده. وفعلا لعب 4-3-3 وابتدت الدنيا تتحرك شويه وابتدت الدنيا تتغير خالص. فواحد يجي يقول لي هو ايه الفرق بين 4-2-3-1 و4-3-3؟ الفرق مش في شكل الخطه او في الارقام، هي في الاخر برضه 3 في نص الملعب. بس الفرق بدل ما انا هلعب بقفشه صانع لعب، لا انا هلعب بقفشه رقم 8 او العب بديانج. المهم ان انا الثلاثه اللي في نص الملعب دول ليهم ادوار مختلفه هشرحها لك دلوقتي، عشان انا ممكن 4-3-3 دي 3 فرق يلعبوا بيها ويطبقوها بشكل مختلف. فهي الفكره مش في رقم الخطه ايه، ما انا ممكن العب 4-3-1 بقفشه يبقى صانع لعب مره ومره يبقى رقم 8. فهي الفكره مش في رقم الخطه، هي الفكره في الادوار. انا الادوار اللي كانت مناسبه للنادي الاهلي في الوقت ده هو ان نلعب 4-3-3 والثلاثه بيكونوا ديانج حمدي فتحي مروان عطيه. انا عايز الثلاثه دول يبقوا هم اللي يعرفوا يعملوا بوكس تو بوكس، لان انا عندي السوليه بيتصاب كتير وعندي قفشه مش من ادواره الدفاع. فانا ده الطريقه المناسبه ليا ودي الادوار المناسبه ليا. ابتدى بقى يخلي حمدي فتحي يشارك في الهجوم، وخلصت ماتشات بيها كتير قوي زي ماتش كاس مصر قدام بيراميدز في استاد القاهره، خلصت بيها ماتشات كتير جدا. وخليت مروان عطيه هو اللي برقم ال6، وخليت ديانج برضه هو اللي يعمل لك التحولات البوكس تو بوكس هو وحمدي فتحي. فليها ادوار، التشكيله مالهاش علاقه ارقام ايه، هي ليها علاقه بدور كل لعيب فيها. وابتدى الاهلي من بعد تغيير طريقه اللعب وبعد تطوير الكرات الثابته وشحات ابتدوا يأدوا لك فورمه عاليه جدا. ابتدى الاهلي ياخد خطوه دوري ابطال افريقيا، زي مثلا كسب الرجاء، كسب بعدها الترجي باكتساح، وكان عنده الفاينل قدام الوداد. وبعد بقى كل النقط المهمه اللي طورها كولر زي التشكيله زي ما قلنا زي القرارات الثابته، ابتدى الاهلي ياخد خطوات مختلفه في الموسم. ابتدى الاهلي يبقى قوي شرس، الدفاع بقى متقفل، صعب قوي ان حد يجي جون في الاهلي، بالدليل ان الاهلي خلص الموسم 10 اهداف بس تستقبلها في الدوري المصري لحد دلوقتي. فالموضوع فرق معاك جدا. كسبت كاس مصر قدام بيراميدز في استاد القاهره، كسبت كاس السوبر المصري القديم، كسبت كاس السوبر المصري الجديد قدام بيراميدز برضه، رحت فاينل دوري ابطال افريقيا. فلا الموسم اختلف تماما، حتى جمهور الاهلي بقى عنده ثقه في كولر، حتى لو ادائنا في الماتش مش امتع حاجه، بس خلاص انا عندي ثقه في الراجل ده انه قدر يطور لي المنظومه كلها. في اخر الدوري يلعب لك فخري مره باك يمين مره نص ملعب، بتلعب بالقمه عادي بفخري وجنبيه كوكا. فاللي هو لا انت واصل لمرحله ان خلاص سيستم انت ماشي عليه وكل اللعيبه ماشيه عليه. بس لحد ما جه فاينل دوري ابطال افريقيا والاهلي بيخش يلاعب الوداد، يجي هنا يكسبه. طبعا اتكلمنا على الماتش ده قبل كده. وفي الاخر الموسم بتاعك يتوج ب5 بطولات لحد دلوقتي مع كولر. لسه عندك بطولات كتير في الموسم، انت لسه عندك سوبر افريقي، لسه عندك كاس عالم للانديه، لسه عندك السوبر ليج الافريقي البطوله الجديده اللي احنا لسه مش عارفين عنها حاجه. فلا انت الموسم بتاعك ممكن يتقفل قفله جامده جدا. ودلوقتي بقى جايين لسؤال، هو الاهلي محتاج ايه بعد الموسم اللي احنا حكينا قصته، الموسم العظيم ده؟ الاهلي محتاج ايه؟ انا بالنسبه لي الاهلي محتاج 4 مراكز. المهاجم اللي بنتكلم عليه بقى لنا 4-5 سنين، والمره دي بجد لازم مهاجم شرس يجي. الكلام دلوقتي على سوزا ده اللي هو عنده 30 سنه بيلعب في فريق كوري. بصراحه انا ما اعرفش عنه حاجه عشان ما تفلسفش عليك، ولكن انا ما مش عارف يعني بصراحه الصفقه تحسها مش مشجعه كده. محتاج لعيب رقم 10. انا بالنسبه لي اسطوره مجدي قفشه والكلام ده كله يتكل على الله. عندك محتاج باك ليفت بديل لمعلول شفناه الموسم ده مش قادر يلعب الماتشات كلها، وكان حتى كولر بيلعب مره باك شمالي يطير عليه معلول. فكولر بيحاول يلاقي طريقه، بس انا شايف ان انا احسن حاجه ان انا اجيب باك ليفت معاه يقعدوا يبدلوا مع بعض، ده هيبقى احسن حل. محتاجين جناح يمين برده مع تاو. وبصراحه مش هشوف طاهر ولا عبد القادر ولا الناس دي، محتاج تنفض كتير قوي من الفرقه. خلصنا ملف نشتري مين، نيجي بقى لملف الراحلين. عندك قفشه طبعا اول واحد فيهم يمشي على طول،
عندك كهربا كهربا، انا شايف ان شريف ارحم من كهربا، بس الاثنين محتاج عليهم 3 4 مهاجمين. عندك طاهر بقى، عندك رامي ربيعه، دول بصراحه الناس اللي انا خلاص ما فيهمش امل وقعدتهم ملهاش لازمه، وممكن مكانهم يجي ناس كتير احسن من كده. اخر حاجه معايا وهي صفقه امام عاشور واللي هزت مصر اليومين اللي فاتوا. بس قبل ما اقول لك موضوع المبادئ والكلام اللي انت عايز تسمعه ده، هي صفقه فنيا هتفيد النادي. الصفقه هيلعب على الساعه على طول. ما اعتقد هو اعلى حد دلوقتي في نص الملعب مع مروان عطيه في مصر عموما كلها اصلا. نخش بقى على التفاصيل اللي عايزين نسمعوها. انا بالنسبه لي موضوع المبادئ ده اتكلم فيها كابتن فوده في الشورت، ما تقدر تشوفه من هنا. ده بالنسبه لي مش دي مشكلتي في الصفقه. يعني طبعا كلام الناس صح، وكلام موضوع في المبادئ ده صح مظبوط، ولكن هي الفكره انا بالنسبه لي الاسوأ من كده اول حاجه اكتب بقى عندك عشان عايز اطلع اللي جوايا. طول ما انت لعبتك بالعقليه دي انه يطلع 3 شهور في فريق ميتلاند، انه يجي له عرض زي ده، فريق بيشارك في الشامبيونز ليج ويشارك في الدوري اليوروبي والكونفرنس، وان هو متشافوا كل سنه بيمشي لعيبه من الدوري الدنماركي بصفقات عاليه جدا. ده حتى الانتر من كام يوم ولا مش فاكر مين لسه جايب لعيب من الدوري الدنماركي. فده اصلا جهل من اللعيبه اصلا. تاني حاجه، انت طول ما انت اداراتك سواء النادي بتاعك او الانديه التانيه بتاخد القرارات استفزاز لبقيه الانديه، وتاخد القرارات ريتش على السوشيال ميديا. اصلا انا الفيديو بتاع امام عاشور جايب مشاهدات اعلى من فيديو انتقال ميسي والعبث اللي انا بشوفه بقالي كام يوم ده. تالت حاجه، طول ما انت اعلامك بالمنظر ده وعنده ازدواجيه في المعايير، نفس القضيه لو هنا يبقى حلال وهنا الناحيه التانيه حرام، فانت طول ما انت شايف الحاجات دي واتحاد الكره اللي عندك بيديك قرارات في نص الليل جس نبض للجمهور وتاني يوم الصبح يصحى يغيرها، فانت بذمتك بعد كل اللي انت شايفه ده ومشكلتك اصل المبادئ ومش عارف ايه. فانا شايف ان المشكله اكبر بكتير من موضوع المبادئ، وانا بالنسبه لي المبادئ ده موضوع منتهي من زمان اساسا، مفيش الكلام ده اصلا. فانا شايف ان في تفاصيل اكبر من كده بكتير، ولازم الحاجات دي كلها تتحل. بس امتى بقى؟ اللي يضحكك بقى ان نفس الناس هي اللي موافقه على العبث ده واللي مشاركه فيه، هي نفس الناس اللي بتقول لك ازاي نصلح الكره المصريه يا جماعه.